لو انت دخلت هنا فده معناه انك حابب اللي احنا بنعمله، وبننبهك ان كل شيء هنا حقيقي مش هزار، وانك لازم تكون شخص جاد جدا بخصوص الانشطه اللي بنقوم بيها هنا. اللي هينضم هيكون ليه صلاحيه ان هو يدخل غرف خاصه ويشوف كل شيء مباشر. هتدخل من خلال الروابط اللي هنبعتها لك، لكن عشان تنضم لينا ده شيء مكلف جدا، فلو انت اكيد قررت تنضم ابعت لنا الفلوس بالبيتكوين من الرابط ده، وابعت لنا العنوان اللي انت عايز تدخل بيه الغرفه الحمراء من هنا. لما تنفذ كل الشروط هنتواصل معاك، هنبعت لك رساله فيها المعلومات اللي من خلالها تقدر تدخل على الغرفه الحمراء. وتنبيه اخير، احنا بنبحث عن ناس جادين بخصوص الانشطه اللي بنقوم بيها هنا وبس. الدارك ويب مكان بيتم فيه جرائم ملهاش عدد، اغتصاب، تجارة سلاح، تجارة أعضاء، تجارة مخدرات، غسيل أموال، أي حاجة. أنت متخيل إن في مواقع هناك مخصصة لبيع العبيد؟ هناك تقدر تلاقي معلومات عن أي حاجة في أي مجال ممكن تتخيل، معلومات عسكرية، معلومات سياسية، معلومات عن حسابات بنوك، أي حاجة. كل الكتب الممنوعة هتلاقيها هناك، كتب سحر، كتب اختراق، أي كتب ممنوعة هتلاقيها هناك عادي، أدوات وبرامج محظورة، أبحاث علمية، لكن طبعا كل شيء بحساب. الكلمتين اللي هقولهم لك دلوقتي ممكن يكون صعب تصدقهم، لكن للأسف الكلام اللي هقوله ده حقيقي. انت عارف ان في ناس بيدفعوا آلاف البيتكوينز او بمعنى اصح ملايين الدولارات علشان يتفرجوا على شخص بيتعذب او شخص بيتقتل؟ او الناس المرضى دول بقى بيتجمعوا في مكان واحد في الدارك ويب، فاشهر موقع على الدارك ويب وهو الريد روم، وده موضوع حلقتنا النهارده. الريد روم مكان عامل زي سينما، بتدخل تقطع تذكره، تحجز الكرسي بتاعك وتقعد تتفرج. بما ان كل شيء بحساب فاكيد اللي بيدفع $1000 غير اللي بيدفع 5 مليون. يعني مثلا لو دفعت من $1000 ل $4000 فانت مشاهد عادي، مع انها مبالغ يعتبر كبيره بالنسبه لنا، ولكن دي اقل حاجه ممكن تدفعها في الريد روم، وبيكون اخرك بس ان انت تتفرج على اللايفات اللي بيكون فيها تعذيب وقتل واغتصاب. لكن لو بتدفع فوق ال $4000 لحد $20000 فانت بيكون اسمك من مجتمع الغرفه الحمراء، تقدر تعمل كومنتات وتقدم اقتراحات وتتناقش معاهم في طرق القتل والتعذيب. لكن نيجي بقى للفئة الثالثة، فئة الزعيم، البوس، الشخصيات المهمة، دول اللي بيدفعوا من $20000 ل$5 مليون. دول بقى الموضوع معاهم مفتوح، بيقدروا يعملوا كل شيء بما فيها ان هم يدوا اوامر، يعني يحددوا مين هيتعذب وهيتعذب ازاي والادوات اللي هيتعذب بيها وكمان طريقة القتل. وبعد ما عرفت ايه هي الريد روم، اعمل لك كوباية قهوة، شاي، نسكافيه، اي حاجة، وتعالى احكي لك على اشهر مجرم في الريد روم. بيتر سكالي، مواليد 1963 من استراليا. حياته كانت عادية جدا لحد لما بدأ مسيرته في النصب سنة 2009. نصب على أكتر من 20 مستثمر وسرق منهم فوق ال$2 مليون. ولما بيتر عرف إن الهيئة المالية بتدور عليه ولو جابوه هيفشخوه، هرب من استراليا، ساب مراته وعياله وكل حاجة وراح لمدينة في الفلبين. وهناك بقى قرر إن هو يغير نشاطه من سرقة ونصب لقتل واغتصاب. بيتر بعد ما قعد فترة في الفلبين لاحظ إن السكان هناك بيحبوا نوعية الفيديوهات اللي بيكون فيها تعذيب أو اغتصاب، وخصوصا لو اللي في الفيديو ده طفل او طفل. وهنا قرر بيتر ان هو يخطف اطفال من الناس اللي حواليه وينفذ اي شيء هيطلب منه في اللايف على الاطفال دول، طبعا مقابل الفلوس. وعايزك تتخيل معايا ان اصغر طفله بيتر عمل معاها كده كانت عندها 18 شهر بس، يعني تقريبا سنة ونص. عمل معاها كده قدام مئات من المشاهدين ومحدش حس ان في اي حاجة غلط بتحصل. ولو بتتساءل بيجيب الاطفال دول منين، بسيطة، كان بيروح لاي عيلة فقيرة في الفلبين ويطلب منهم ان هو هيتبنى طفل من عندهم او طفلين مقابل ان هو هياكلهم ويشربهم ويلبسهم ويعلمهم ويشغلهم، كلام من دوت يعني. وطبعا لان المكان اللي هو كان قاعد فيه في الفلبين ده كان مكان فقير وكل الناس اللي هناك كانت فقيرة، فالاهالي كانت بتوافق عادي. وطبعا عشان بيتر يعمل الكلام ده من غير ما حد يشك فيه كان معاه 2 مساعدين، واحدة اسمها كارم والتانية اسمها ليزل. كانوا بيجيبوا له الاطفال وكانوا بيساعدوه كمان في الفيديوهات. من ضمن ابشع الفيديوهات اللي بيتر صورها كان فيديو ليه هو والمساعدين بتوعه، كانوا بيعذبوا الاطفال عن طريق ان هم يخبطوا راسهم في بعض لحد لما راسهم تتفتح ويموتوا. وفيديو تاني كان مصوره بيتر وهو بيفتح بطن طفل بعد ما نصبه وعذبه وسابه ينزف قدام الكاميرا لحد ما مات. وعايز اقول لك ان من كتر بشاعه الفيديوهات بتاعت بيتر كان في ناس بتقول ان هي مش حقيقيه، ولو ان الناس دول هم اللي اصلا بيبقوا دافعين فلوس عشان يتفرجوا على الحاجات دي. لكن للاسف كل الفيديوهات دي كانت حقيقيه، لحد ما جه في يوم حصل حاجه غريبه جدا. لكن قبل ما اقول لك على الحاجه الغريبه دي خلينا نشرب قهوه.
السلام. حابب اقول لكم شكرا جدا جدا جدا. الاسبوع ده انا وصلت لاول 1000 مشترك على القناه، وده ما كانش هيحصل من غير مساعدتكم. بالنسبه لي ال1000 سبسكرايبر دول حاجه كبيره جدا، لاني بقالي 4 سنين بعمل محتوى. عمري ما استرخصت وقلت اعمل حاجه تجيب مشاهدات وخلاص. كل فيديو موجود في القناه محطوط فيه كميه مجهود انت مستحيل مهما قلت لك انت عمرك ما هتصدق. وخصوصا انا واحد شغال لوحدي تماما، انا مفيش بني ادم بيدب ايده في فيديوهاتي. لكن كمان حابب اقول ان من غيركم انا ما كنتش هعمل فيديوهات اصلا، من غير دعمكم، من غير كومنتاتكم، من غير الكلام الايجابي اللي بيخليني اكمل، اكيد ما كنتش هكمل. بس فعلا اكبر دعم انت ممكن تقدمه لي دلوقتي انك تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، لان في فيديوهات جامده فشخ نازله قريب. استغلالي قوي. المهم ما اطولش عليكم، يلا نكمل. من ضمن الجرائم اللي بيتر ارتكبها ان كان في بنتين، واحده 9 سنين والتانيه 12 سنه. بيتر خطفهم وبدا يعمل معاهم نفس القرف اللي كان بيعمله في اللايفات، لكن المره دي ما قتلهمش، قرر يسيبهم عايشين ويرجع يكرر اللي عمله معاهم ده تاني. البنتين حاولوا يهربوا لكن فشلوا، وبيتر زي ما تقول ان هو اتعصب او اتضايق من محاوله الهرب بتاعتهم دي، فزود في التعذيب اكتر وحبسهم في مكان ضيق جدا وربطهم بسلاسل وكلبشات، واجبرهم ان هم يحفروا قبرهم بايديهم، القبر اللي هيدفنهم فيه وهم عايشين. وبعد 5 ايام متواصله من التعذيب الجسدي والنفسي، كارم المساعده بتاعت بيتر قررت ان هي هتساعد البنتين دولت، وان هي هتبيع بيتر. وفعلا استغلت غياب بيتر وحررت البنتين دولت، وقالت لهم يروحوا لاقرب مركز شرطه ويبلغوا عن كل حاجه بتحصل في المكان ده. وفعلا الشرطه جت، لكن لما وصلوا ما لقوش اي حد غير كارم اللي هي المساعده بتاعت بيتر. فضلوا مستنيين بيتر يوصل، ولكن بيتر ما روحش اليوم ده، زي ما يكون كان عارف اللي بيحصل او في حد بيبلغه باللي بيحصل. وفعلا بيتر غاب فتره طويله جدا، لكن الفتره دي كان بيجهز لاوسخ سلسله فيديوهات عملها في حياته، الفيديوهات اللي كانت سبب في اعتقاله، تدمير دايزي. سلسلة فيديوهات عملها بيتر مع 3 بنات، ليزا اللي عمرها 12 سنة، وسيندي اللي عمرها 11 سنة، ودايزي اللي هي السلسلة اتسمت على اسمها، ودي كانت طفلة عندها 18 شهر بس. والمرة دي ما كانش بيتر هو اللي بيعذب، او ما كانش هو الاساسي، خلى المساعدة بتاعته هي اللي تعذب، وهو يعتبر كان بيساعدها. وفي اول فيديو كان عبارة عن ان هما بياخدوا الطفلة اللي هي عندها 18 شهر دي، بيعلقوها من رجليها ويجلدوها. وطبعا في حاجات مش هقدر اقولها عشان الرقابة، بس يعني اكيد انت فهمت. وبعد ما ال3 فيديوهات اتصوروا اترفعوا على موقع اسمه نو ليميتس فن، واتعرض للبيع على الدارك ويب. ولحد هنا الفيديوهات دي كانت متصوره لكن محدش شافها، يعني دي ما كانتش لايفات، كانت متصوره زي فيديوهات اليوتيوب بتاعتي كده، فيديو بيتصور بيترفع بعد كده بيبقى بابليك، بعد كده الناس تشوف. فلحد دلوقتي ما كانش في حد شاف الفيديوهات دي، لكن بمجرد ما اتعرض للبيع على الدارك ويب اشتراه واحد استرالي اسمه ماثيو ديفيد، وده كان عنده موقع دعارة للاطفال. اشترى الفيديو فعلا رفعه عنده على الموقع، وبعدها الفيديو جاب ملايين المشاهدات. وكان الفيديو ده هو السبب اللي خلى الناس كلها والحكومه والشرطه والرئيس بيدور على بيتر. ده طبعا بعد ما اتاكدوا ان اللي حصل في الفيديو ده حقيقي مش متفبرك. فضلت الناس والشرطه كلهم بيدوروا على بيتر لحد فعلا يوم 20 فبراير 2015 اتقبض عليه. 20th of February, 4 years after fleeing Australia and committing unspeakable crimes. This is the moment Scully is caught. Give me your name. It's Peter Scully. What? It's Peter Scully. Peter Scully. We have 6 warrants for your arrest. وبعد ما الشرطه ابتدت تبحث في القضيه قدروا يعرفوا مصير ال3 بنات اللي كانوا موجودين في سلسله الفيديوهات دي، اللي هم الاطفال ليزا اللي عندها 12 سنه وديزي اللي عندها 1.5 سنة، كانوا عايشين الحمد لله، لكن قعدوا مده طويله جدا بيتعالجوا بسبب الضرر اللي حصل له. اما بقى سيندي الطفله اللي عندها 11 سنه، بيتر قتلها بعد ما قطع اطرافها كلها وعلقها وسابها تتصفى من دمها. وطبعا المساعدين بتوعه شهدوا ضده في كل الجرائم اللي عملها، ووجهوا له فوق ال70 تهمه، وكلهم اتحاكموا سواء المساعدين او الناس اللي كانت بتساعده في عمل الفيديوهات. لكن المفاجاه ان حصلت حريقه في مركز الشرطه في نفس السنه في شهر اكتوبر، والحريقه دي ضيعت كل الادله اللي كانت ضد بيتر، ومن ضمنها الفيديوهات بتاعته واللايفات بتاعته اللي انت مستحيل تلاقيها على النت دلوقتي في اي مكان. طبعا في ناس بتقول ان بيتر هو السبب في الحريقه اللي حصلت في مركز الشرطه، يا اما هو دفع رشوه كبيره جدا لحد من الضباط اللي جوه المركز بتاع الشرطه عشان يحرق الادله، او بيتر ليه حد بره السجن ليه مصلحه في ان هو يخرج. والمصيبه ان هو قدر فعلا يفلت من حكم الاعدام في 2017، والمصيبه الاكبر ان هو لسه عايش لحد النهارده. تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتعمل لي كومنت تقول لي رايك في الفيديو. ويلا اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.